صباح الفل على الحبايب قلبي سلوى الغاليين، احلى متابعين سلوى في الدنيا. ان شاء الله كده هنعمل الكوارع بس بتكاتنا وحركاتنا الجميله. نتابع الفيديو للاخر ونصلي على النبي كده ونشوف هنعمل ايه. الكوارع طبعا مغسوله هي قدامكم ولغايه نقعها بالبرتقال وبالليمون ومخليها يعني غسيل تمام. حطينا الحله بتاعتنا على النار كده، حطينا الحله بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه، هي حطينا الميه بتاعتنا بتغلي، اهم حاجه تكون بتغلي. ورق لوري، 3 فصوص حبهان. بهارات الكوارع موجوده طبعا عند كل العطارين، موجوده دلوقتي. شويه نعناع، حط يعني شوفوا النعناع ده يعني ما اقولكوش على ريحته بتبقى في الاكل ايه كده. وبعدين الكوارع بتاعتنا مغسوله هي يا حبايب قلبي. نسقط الكوارع على طول في الميه اللي بتغلي دي. احنا بس بناخد لها ايه غلوه كده، بس تنزل ايه مثلا اي حاجه فيه. انا عايزاها تاخد غلوه كده، الغلوه ديت، وبعدين نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي سلوى. احلى صباح في الدنيا على الحبايب قلبي سلوى الغاليين، احلى متابعين سلوى في الدنيا. اهو يا حبايب قلبي سلقت الكوارع اهو شطفتها. يلا بقى حطينا الحله بتاعتنا على البوتاجاز اهيت، نحط فيها كده معلقتين سمنه حلوين كده اهيت. نحط السمنه كده كلها كده اهي يا حبايب قلبي. استنى بس لما ايه تقدح. الكوارع دي انا عملتها قبل كده على القناه برام بالخضار، بس المره دي انا عاملها لكم بطريقه جميله او هنعمل فتة بقى كوارع. يعني الفيديو كده كملوه مع سلوى كده للاخر. اهو يا حبايب قلبي السمنه كده ايه قدحت. نحط الكوارع بتاعتنا الجميله كده اهي. بسم الله ما شاء الله اهي، الله اكبر عليها اهي. عملتها برام خضار تحفه بقى، بس المره دي غيرت بقى. وطبعا احنا في رمضان ما ينفعش ناكل معاها عادي. نحط عليها ايه بقى يا حبايب قلبي على طول كده. انا بقى عندي ايه بصله مفرومه كده اهي، احطها على طول اهي. معايا القرن الفلفل ده صحيح كده هو حامي، انا هحطه. معايا 5 توم احطه. معايا البهارات بتاعتي ايه، بهارات كوارع زي ما انا قايله لكم موجوده في كل العطارين. معايا حبهان مطحون، معايا فلفل اسود، معايا ملح، معايا مرق الدجاج. كل الكلام الجميل ده هو نحطه يا حبايب قلبي اهي. والايه ونشوح كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وحاطه قرفه خشب اهي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي بقى ديت كيلو طماطم انا مصفياه من التفل بتاعه، وهي على طول ضرباه وحطاه، اقوم حاطه كده على طول الكلام الجميل ده كله. واقلب برده اهيت. اقلب كده، ازودها ايه شويه ميه صغيرين، ميه بس، ونسيبها بقى ايه مع نفسها كده تغلي اهيت. كوارع بقى نغطي عليها كده اهي يا حبايب قلبي. اهو يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكوارع بتغلي اهيت اهي. بسم الله. شوفوا القرن الفلفل بقى وجماله. شوفوا لما تحطيه صح كده، شوفوا ما تشمي ريحتها بقى وجمالها بقى. شوفوا بتغلي اهي بسم الله ما شاء الله اهي. وعملنا معاها شويه رز احمر اهو ابيض اهوت. يا دوبك غسلت الرز وحطيت عليه معلقتين ملح، شويه زيت ذره. بنقطع العيش عشان هنعمل فته بقى جميله كده بالتومه بقى بتكاتنا الجميله كده. وبنقطع العيش بتاعنا كده بقى واحنا قاعدين كده. خلصت اهوت الرز والكوارع على البوتاجاز اهي. قلنا بقى ايه نقطع بقى العيش معاكم اهو يا حبايبي. نحط ايه معلقتين سمنه كده في الطاسه بتاعتنا. حطيت المعلقتين السمنه هم يا حبايب قلبي، وعليهم شويه من زيت ذره. وانا في اكله الكوارع دي بالذات بحب ان انا اطبخ بالسمنه. بحب السمنه كده بيبقى قديله يعني ايه بتدي للاكل طعم كده. شويه الزيت كده عشان السمنه. انتوا عارفين ان الكوارع يعني بتبقى اكله سمينه كده، بس انا بحب ان انا ادلع الكوارع كده بقى بطريقتي، وكل واحد بطريقته. العيش بتاعنا كده لما السمنه تقدح مع الزيت شويه كده عشان نحمر على طول اهو. اهو يا حبايب قلبي اهو نقطعه وايه ونحمره. اعمل لكم شويه فته بقى من عمايل سلوى الجميله بقى. اهو يا حبايبي طلعت الكوارع اهي وبحمرها بقى اهي. بسم الله ما شاء الله اهي اهي. وادي التومه بتاعتنا اهي يا حبايب قلبي. دي راس توم صغيره دقتها ومعاها معلقه سمنه. يا جماله يا سوس، يا ريحه الدق، يا ريحه التومه وجمالها يا سوسو.
حبايب قلبي بغرف الرز قدامكم اهوت. بسم الله ما شاء الله. من الحله اهو قدامكم، حطيت حمرت العيش اهوت، انا حمرته. وده الرز اهوت. بسم الله ما شاء الله قدامكم اهو 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 يا حبايبي. كل حاجه قدامكم اهي. بسم الله ما شاء الله اهو. الرز ده اهوت. الدقه بتاعتنا تحفه تحفه تحفه. شوف الجمال، شوف الحلاوه. جربوا طريقه سلوى كده في عمايل الكوارع، تحفه تحفه. بتاعتنا نحطها كده. عشان انا هعبي بولات دمعه من ديت اللي عايز اهي. نجيب الكوارع بتاعتنا. يا جمال الكاسوس، ايه الجمال ده. وده كان فطارنا النهارده يا حبايب قلبي. حبايب قلبي الغاليين، جربوا طريقه سلوى بقى في عمايل الكوارع كده، وبسم الله ما شاء الله تطلع من ايديكم زي العسل. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على فيديو جديد باذن الله. وهو يا حبايب قلبي.